السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه ديالي. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نحضر معكم رفيسه بطريقه اللي هي مبسطه والنتيجه كتجي زوينه. عندنا هنا في بول كنديروا نص كاس ديال الماء، كنزيدوا عليه معلقه كبيره ديال الحرقوم، هذا الحرقوم الصفر، معلقه كبيره ديال السكينجبير، وكنديروا هنا المروزيه ديال الدجاج، وهنايا ضامه ديال الزعفران، وكنزيدوا عليهم الملحه. كنخلط هاد المكونات كاملين، من بعد ما زدت عليهم شويه ديال الثومه، قياس ديال الضرس ديال الثومه، وكنخلط هاد المكونات كاملين. عاد فاش كنشد هاد الدجاجه هادي وكندغمر بها هاد العطريه هادي اللي صايبت. على هاد الشكل هذا، وما نساوش من تحت الجلده ديال الدجاج نلبسوها كامله بهاد العطريه هذه مزيان، ما نخليو حتى شي بلاصه باش تشرب لينا هاد العطريه هذه ويجي المذاق ديالها زوين. وهنا كنعقدوا لهاد الدجاجه، كنعقدوا ليها الرجلين ديالها على هاد الطريقه هذه باش ما تشتتش لينا ملي نكونوا كنطيبوها، تبقى جامعه راسها. ومن الاحسن نديروا الخيط ديال الخنشه ديال الدقيق ملي نخويوها نحتفظوا به. انا ما متوفرش عندي، درت غير خيط عادي، وكنخلو هاد الدجاجه كتشرب هاد التوابل هادو ساعه ساعتين الا عندك الوقت. خليها حتى الليله كامله. وفي العجينه العجينه العاديه كنحتاجو فيها دقيق الفورس والقمح وشويه ديال الملحه، ودرت هنا شويه ديال السمن. هنا من بعد ما عجنت هاد العجينه هادي كنخليها كترتاح، كندوزو باش نوجدو المرقه ديال هاد الرفيسه. احتاجينا فيها البصله، هنا عندي بصله مخلطه ما بين بصله حمراء وبصله بيضاء، وكنديروا الدجاجه من الاحسن يكون في شي اناء، مثلا شي كوكوت ولا شي كامله اللي تكون كبيره اللي تهز لينا هاد الدجاجه وتهز لينا حتى المرقه ديال هاد الدجاجه هادي. ما نحتاجوش نبقاو كل مره نزيدوها في الماء. وغنزيد عاوتاني ديك البصله اللي شاطت ليا، غنزيدها من الفوق. غنديروا الربيع، قزبور معدنوس، وشي حبيبات قلال ديال الحلبه، وغادي نضيفوا عليها الماء. هنا غادي نضيف الماء اللي غادي يقدني مزيان، اللي غيقدني لهاد الرفيسه هذه، اللي يقدر لي يسقي لي رفيسه كامله بلا ما نبقى نزيد كل مره نزيد الماء. ما كيبقاش داك المذاق ديالها، كتحتفظش على المذاق ديالها، كيبسل شويه. هنا عندي الكوكوط راها كبيره، واخا كتبان هنا شويه صغيره. وكنضيفوا الثومه ما منقياش، كنضيفوها بحال هكاك. وهنا من بعد ما كورت مسمن، وعندي البيض السمان سلقته. وهنا من بديت كنطيب المسمن الطريقه العاديه. وهنا طيبت الحلبه بوحدها والعدس بوحدو، ضفت ليهم شويه ديال الماء والتوابل، وزدتهم شويه ديال المرقه من الكوكوت.
هزتهم الكل من العدس والحلبه ودرتهم حتى هما يطيبوا. وهنا حتى هو عندي اللوز اللي كنكون فسختو من قبل ودرتو هنا باش يتحمر واحد شويه. والدجاج من بعد ما طيبته مشات ليا هاد اللقطه هادي، من بعد ما طيبته حيدته من الكوكوط ودهنته بشويه ديال الزبده ودخلته للفران يتحمر. هنا وجدت التمر وجدته درت فيه الكركاع من الوسط، كيبقى اختياري تستعملوه يا بلاش. هانتوما من بعد ما طاب ليا العجينه ديال الرفيسه مسمن كيجي زوين. وهنا غادي نبداو نوجدو في هاد الرفيسه هادي. تبارك الله مسمن، خرج لي واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف، ما درتوش كامل. وضروري البنات كل ما درتو هاد المسمن سقيو باش ما تجيش ناشفه، باش ما يجيش داك المسمن اللي في تحت ناشف، سقيوها مزيان. وهنا غادي يبقى غير التزيين، راه كيبقى اختياري كل وحده وشنو المتوفر عندها تزين به. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا حتى هو يعجبكم، وما تنساوش تشتركوا لي في القناه ودعموني باللايكات وبارطاج علاش لا. وخلوا لي كومونتير ديالكم شنو بغيتونا نوجد المره الجايه ان شاء الله، شنو لا عندكم شي ملاحظات مرحبا. وهنا غنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. تهلاو ليا في ريوسكم.